حكاية الصورة اللي تسببت في طلاق نعيمة عاكف. لما اتجوزت نعيمة عاكف من المخرج حسين فوزي، كانت ما بينهم علاقة حب وشهرة كبيرة، لكن كمان كان فيها غيرة كبيرة. حسين فوزي كان بيمنعها إنها تشتغل مع مخرجين غيره، وكمان كان بيمنعها إنها تقابل أو تضحك مع أي فنان، وده بسبب غيرته الشديدة عليها. والموضوع ده كان بيضايق نعيمة عاكف جدا. وفي مرة سافرت نعيمة عاكف وجوزها لبيروت مع الفنان أنور وجدي، وخرجوا يسهروا في ملهى. الفنان أنور وجدي قال نكتة، فنعيمة عاكف ضحكت عليها بشدة، وكان جنبها أنور وجدي. وفي نفس اللحظة دي جه صحفي وصور المشهد. الموضوع بالنسبة لنعيمة عاكف كان عادي جدا، لكن بعد ما الصورة انتشرت حسين فوزي انفعل جدا، واتهم نعيمة إنها بتقلل من وقار العلاقة، أو إنها حابة تظهر مع رجالة تانية غيره. وابتدى الخلاف يكبر بينهم لحد ما وصلت إن حسين فوزي يمد إيده على نعيمة، وبعدها بفترة تصالحوا. لكن الصورة كانت نقطة خلاف بينهم، وفعلا بعدها نعيمة عاكف طلبت الطلاق من حسين فوزي، وانفصلوا عن بعض بسبب أزمة الغيرة وقلة الثقة.